ما عنديش مشكله انك تتخيلي ان اكس اللي قدامك ده ما طلعش الشخص المناسب، بس عندي مشكله ان وانتي بتعيطي تكوني بتعيطي عليه وفاكراه مناسب. هو مش مناسب، او كانه مناسب. هو مش مناسب لانه مشي. مفيش راجل بيعرف يمشي الا لو بطل يحب. مفيش راجل بيعرف يطلق الا لما الجوازه بالنسبه له بتبقى انتهت. مفيش راجل بيعرف ينهي علاقه الا لما ما بيبقاش شايف الست او البنت اللي قدامه وبيعرف يحط نقطه. عشان كده الطلاق في ايديهم هم، قوامه معاهم هم. رب الخير ما بيجيبش الا الخير. انا ما عنديش مشكله ان انتي تبقي زعلانه او متألمه على شخص كنتي فاكراه مناسب، بس عندي مشكله ان انتي تبقي زعلانه على شخص فاكره ان زعلك عليه مناسب، او فاكره ان انتي بتزعلي على الشخص المناسب. فهمتي انا بقول ايه؟ وتألمت جدا واستحملت جدا معامله سيئه واهمال وطولة لسان والى اخره، وفي الاخر سابها ومشي. وبعد كل اللي انا استحملته ده سابني ليه؟ سابك ليه؟ سابك عشان ربنا سمع كلام انتي ما سمعتيهوش وما تقدريش تسمعيه. سابك علشان ربنا عارف حاجات انتي ما تعرفيهاش واخد القرار بدالك، لطف بيكي يمكن انتي ما كنتيش تقدري تعملي كده. سابك عشان ربنا سبحانه وتعالى اسمه السميع العليم. لو عايزة تعرفي هو سابك ليه، كان ممكن تقعدي وتتحملي اكتر من كده بكتير لحد ما تسيبوا بعض بشكل أسوأ، أو لحد ما انتي تنهاري نفسيا كبني آدم. فربنا سبحانه وتعالى اسمه السميع العليم، بيسمع ويعرف الحاجات اللي انتي ما بتعرفيهاش وبيلطف بيكي، فعشان كده بيخلي العلاقة تنتهي ساعات. سابك عشان تبقي أحسن، سابك عشان تختاري راجل تاني، سابك عشان تبقي أجمل، سابك عشان تبقي أنجح، سابك علشان تحبي راجل بجد، سابك عشان تتجوزي، سابك عشان تخلفي، سابك علشان كده. مش كفاية كده؟